صلة الأرحام، صلة الرحم. فقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة الآمرة بصلة الأرحام، المرغبة في صلة الرحم. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال في آية أخرى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. بل امتدح الله عز وجل في سياق المدح لعباده المؤمنين المتصفين بهذه الصفة العظيمة، وهي صلة الأرحام. قال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ولذلك كما جاء في الصحيحين في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق الخلق حتى إذا فرغ قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. من أحب أن يبسط له في رزقه، أن يبارك الله عز وجل، نعم، الأرزاق والأعمار مكتوبة في اللوح المحفوظ، لكن قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. من هذه الأمور صلة الأرحام، فيبارك الله عز وجل في الأعمار، أي تزداد الأعمار وتحصل البركة في الرزق بسبب صلة الأرحام. ولذلك يعجب البعض من الناس أن الله عز وجل قد فتح لفلان وأعطاه من رغم تقصيره وتفريطه، لكنه قائم بما أوجب الله عز وجل، مقصر في المستحبات وغير ذلك. لكن إذا نظرت في حاله لوجدت أنه في جانب هذه العبادة صلة الأرحام موفق، يعطي ويبذل ويزور ويتفقد ويقف إلى جانب أرحامه، فجعل الله عز وجل البركة له في الرزق، فأعطاه وأمده بالعمر بسبب هذه العبادة التي غفل عنها كثير من الناس. الله عباد الله في صلة الأرحام وتفقد الأرحام، ولا سيما في مثل هذه المواسم وهذه الأعياد التي فيها الفرحة والسرور والشكر لله عز وجل. تفقدوا أرحامكم وإياكم ثم إياكم، وقطيعة الأرحام والتقاطع والهجران والنكران، فإن هذه من العبادات المطلوبة.